السلام عليكم أحبائي المشاهدين، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم رح نعمل معكم غريبة سورية، إن شاء الله رح تعجبكم كتير. هلا تفضلوا معي نشوف كيف طريقة التحضير. لعجينة الغريبة رح نحتاج لكيلو طحين، 500 جرام سكر بودرة، أو 500 جرام سمن حيواني. أهم شي بالغريبة إنه السمنة لازم تكون طيبة كتير. ما رح نحتاج لا فانيليا ولا لأي منكهات. طبعا طريقة العجينة رح نحط كل شي مع بعض ونحركها بالميكسر. طبعا انا رح اعجن العجينة هاي على الميكسر، بس اذا ما عندكم ميكسر كمان فيكم تعجنوه على ايدكم، ما عندكم مشكلة، بس انا عندي ميكسر هون. وهلأ العجينة بعد 10 دقايق شايفين كيف صارت بيضة. وهلا رح احطها في البراد، خليها شغلة ربع ساعة، بعدين رح اشتغل فيها. وهلا بعد ما ريحناها في البراد رح نشتغل فيها. دعكتها شوي. رح تكون هيك بهذا الشكل. وهلا بعد ما نجهزه نحط فستق هيك بهذا الشكل ديكور. وهلا هيك بعد ما صارت جاهزة رح نفوتها على الفرن. طبعا انا الفرن مجهز على 160 درجة مئوية. راح نفوتها لمدة 40 دقيقة وإن شاء الله بتطلع مستوية. وهلا غريبتنا صارت جاهزة بعد 40 دقيقة فرن. راح نستنى عليها لتبرد شوي وبعدين بنصفها بالصحن. وهلا بعد ما بردت صفيناهم هيك بالصحن. جربوها عندكم في البيت إن شاء الله راح تعجبكم. وهلا بنكون وصلنا معكم لآخر الفيديو. لا تنسونا باللايك والاشتراك، شكرا كثير لكم.